أحمد دريق في الدقيقة 84 وفي الوقت القاتل من المباراة. وإن كان الزمالك لم يقدم شيء اليوم، ومؤكد سنتحدث كثيرا عن هذا الأمر، لكن بالفعل نادي العهد اللبناني قدم واحدة من المباريات القوية، وكان ند وأكثر من ند لنادي الزمالك الذي لم يستطع أن يجاري على الإطلاق فريق العهد في هذه المباراة. الأمر الذي يجب أن أقوله الآن أن هذه النتيجة قد فتحت الأمل من جديد للنادي الأهلي للتأهل لدور الأربعة ببساطة شديدة جدا. في ترتيب هذه المجموعة الفتح عنده 4 نقاط والعهد عنده 4 نقاط، بينما الزمالك نقطة والنصر نقطة. إذن الزمالك والنصر خرجا من السباق، يتبقى الفتح والعهد 4 و4 هيلعبوا بعض. لو اتعادلوا هيبقوا 5 و5، والزمالك الأهلي إذا فاز هيبقى 6، إذا فاز أحد الفريقين هيبقى 7 و4، والأهلي إذا فاز زي ما قلنا هيبقى 6. يبقى في كل الأحوال الفرصة مواتية بقوة للنادي الأهلي للدخول في المربع الذهبي. فتح له هذه الصفحة نادي الزمالك. لو كان الزمالك حقق الفوز اليوم لا أقفلت كل الفرص بالنسبة للنادي الأهلي، ولكن حدث ما لم يكن متوقعا على الإطلاق. نتحدث عن هذه المباراة الغريبة والعجيبة في أطوارها وفي دقائقها 90، ولكن بعد